واجبي، واجب اي حدا. انت اولاد هدول جبتهم على الحياه، انت مجبر فيهم، ملزم فيهم، شئت ام ابيت. مين ما كانت، مين ما كنت، شو من كان، شئت ام ابيت، هذا واجبك وفرض عليك. لانه في إلنا بالنهايه ربنا سبحانه وتعالى بدنا نوقف بين ايديه يوم القيامه. اذا ما بدك تسال على اولادك، ما بدك تسال على شيء، ما بدك، ما بيهموك بس يكبروا، خلينا نحطهم كله على جنب، كل هذا انت بس ما فيك تتعامل مع ربك بهذا الشكل انه انا ما بيهمني. لا، مع رب العالمين بده يهمك وغصب. اذا ما عندك انسانيه، ما عندك مع هدول الامور، هدول لك لحالك، بس مع رب العالمين تعال عنده، بدك تيجي لعنده، تقعد بين ايديه ان شاء الله. اكيد كلنا رح نقعد بين ايدين رب العالمين. ف بلشوا الفانز تصاميم، مو فانز، انا ما بعرف اذا يعني انا ما بحسهم فانز، انا ما بحب هذا النوع من الفانز اصلا، انه يحط تصاميم تمتعي بخير ريتشو، تمتعي بما انا بعثت لاولادي يا اخي، وانا ما بدي كنت ابعت بهي الطريقه، والله العظيم ما بدي، اقسم بالله العظيم انه انا نازل ومعي بعض الامور وهي، وهن بيعرفوا هذا الشيء، وقبل ما انزل عم نحاول، هذا بيحكي مع محاميه، بيحكي مع محاميه، عنده اول محامي راح، حطت الثاني، ما قبلوا الا انه يفاجئوني بالمحكمه بانه بالمنع، وانك بدك تدفع، تكرم عينكم والله. فانا عملت الشيء القانوني، ركزوا معي بالقانون، هاي انا من هلا لسنه قانونيا ما حدا له شيء عندي، قانونيا ركزوا. ما بتعرفوا شو بالشهر وشو كذا، واللي عايش بسوريا وحسب طبعا بيقدروا دخلك وبيقدروا امورك وشو انت. فانا تصرفت هذا التصرف لاحمي حالي قانونيا من الضرر، بس هذا الشيء ما بيعني انه انا خلاص، لا، انا اليوم هذا تليفوني موجود، هذا بده ابني بيرفع بدق لي بابا لازمني، بابا بدي، ولا صار معه شيء لا سمح الله، فانا موجود. ما انه والله خلص بس اللي حكمته المحكمه ولا شيء، ما بيهمني هذا الشيء. انا موجود في الساعه وباللحظه اللي بدهم يعني فيها. فبس هذا الشيء ما بيخليكم تروحوا والله تكتبوا، وبيخلي يجي واحد ما بعرف جاي انه جاي يكتب لي بالكومنت هذا فرض عليك وهذا واجبك وهذا انت جاي تعلمني واجباتي، او انت بس مو الحق عليهم، الحق اللي سبب لي هذا الشيء. يعني اليوم اللي راحوا صاروا يكتبوا هيك بالكومنت، طبيعي ردة الفعل، وكل واحد يا بيكون زيت اولاده يا بيكون هاي الله عليم شو وضعه، وجاي لعندي قال بده يحرك لي ضميري، وبده انه هذا واجب وهذا. يا اخي انا ما بنكر، اكيد ماني مستنيك انت تيجي تعلمني واجباتي اتجاه الاولاد ولا اتجاه عائلتي ولا اتجاه ايا كان من قرايبيني ولا اي شيء. فانا انسان بمشي هيك، وما زال انا هيك، فما راح حدا يطلع له معي، عشان ما حدا يتعذب ويتعب روحه معي. حدا جدا مو سهل، انا ما بنكر، بس يعني بحكمتي، مو والله بزعرانه، بالزعرانه مشكله، هاي بالزعرانه مشكله، ما خرج، مستحيل اني اوصل لمرحله وكون ازعر مثله، مستحيل. باخذ طريقي مثل ما هلا عامل، تمام. ففكره انه اكون ازعر ولا اكون هاي واتصرف هاي التصرفات ما راح اكون انا بحكمتي وبشغلي وعلى نفسي ومخافتي من ربي، هاي لحالها بتخليني بالامان. فانا مثل ما خبرتكم فرض علي، فما في داعي اذا جابوا غرض على البيت ولا عملوا والله من خير ريد شو، لا 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 لا, لا. هذا الشيء مرفوض جدا، مرفوض، ما بقبل فيه. يعني لو يظهر قدامهم هذا الكومنت ولا هذا ولا يشوف هذا الفيديو مثلا، يعني ما حلوه والله، حرام يا اخي والله. انتم ما بعرف يعني ما في شغله، والله العظيم عندنا شغل كثير، تعالوا نعمل تصاميم انا وانتم، تعالوا يعني ما عندنا غير هي الشغله. حرام ولد عم يشوف ولا كذا، يعني يقول الله بابا حطني بهذا الموقف، مع العلم اني انا ما حطيته، رغم نكران وجودي ونكراني من حياته، انكروني من كل شيء بخصه، وانطلب مني اشياء بسوريا، يعني ما صرحت ولا حكيت، طلب مني شيء خارج عن سيطرتي، خارج عن ارادتي. عرفتوا شو؟ هذا الشيء ما بعرف اذا معهم علم فيه ولا لا، بس لا تزيدوا الطينه بله مثل ما بيقولوا. خلص يا جماعه، انا بالقانون هلا هيك مشيت، بدكم قانون على العين والراس. هاي من هلا لسنه حس ما بسمع، حس ما بسمع، هاي كقانون مثل ما بده. انا كنت تحت سقف القانون، نفس ما خبرته للقاضي، قلت له اللي بدك اياه انا معك. فما في داعي اليوم اللي نروح نعمل هاي التصاميم، والله حرام يا جماعه، والله انتم اخواتي، والله من عن ابو الفيديوهات بجيب لكم مليون ولا نص مليون، ما فيها مصاري، يعني لو فيها القصه حتى مصاري ما عم تطلعوا منها. يعني شو الفكره منها؟
يعني معقول الانسان يوصل لهالمرحله فاضي البال؟ وما بدي كمان والله بنحبك عملنا هيك، ما بدي المحبه هاي هيك تكون، ما بيصير هاي المحبه. انا بعرف، انا يمكن نحن كريتشو وننوش اليوم السوشيال ميديا يعني بالفعل انا بعرف عنده جمهور وفي يا اخي، وفي بكل ما تعنيه الكلمه، ومن من حبه فيك فممكن يتصرف اي تصرف، بس ما بعيدا عن هذا اي شيء يعملوا، بس هذا الموضوع انسوليا اذا بتريدوا ومع يعني الواضح انه اللي عم يشتغل هذا الشغل مو عمره صغير، يعني ما انه والله هدول 12، لا والله في واعيين، لا والله في واعيين، فبالزال انتم واعيين، وهي الله لا يحطكم لا بمكانهم ولا يحطكم بمكاني، يعني ما تنحطوا بهذا المكان ان شاء الله يا رب. فما بدنا هذا الشيء، اذا بتريدوا خلونا نلتفت لشغلنا وامورنا وحياتنا. واليوم اخذتكم معي، يعني اخذتكم بغير ليفل كليا، اخذتكم معي لمكان انتوا صدمتكم انا شايفه انه ريتشو شو عم يعمل. والله العظيم هي البدايات لسه. انا انسان عملي مجتهد، مخي مخ شغل، ما عندي شيء بحياتي الا الشغل وعيلتي. ركزتوا وان شاء الله الله لا يضركم يا رب. فما في داعي لهي التصاميم. قلت لكم انا اذا بدنا نحكي والله انتم عم تكتبوا مضبوط، معهم حق اللي عم يكتب بالكومنت، اللي عم يقول لك ايه واجبه اذا صارت النفقه صارت لا مضبوط، هذا واجبي صح، انا واجبي هذا. وما كنت حابب يكون اصلا اوصل لهي المرحله، اصلا انا كنت ما بدي لا اروح محاكم ولا شيء، وانا جاهز كنت وعم ببعث وبحكي وبساوي، لانه ما بدي شيء يكون عن طريق المحكمه، ما بدي شيء، ما بدي روحوا بهي الطريقه، انا بدي من راسي لراسهم وعيوني لاولادي. بس انكروني من كل شيء، رفضوا وما انا بحاجته. نحن عائلتي انا واولادي وبس، وما عندهم اخوات وما عندهم هاي. انتوا شفتوا كله موثق، نكراني موثق بفيديوهات بالصوت والصوره وبكومنت. بس انا ما كنت بشبه هاي العالم، بقيت عم طنش، لا بدي اعمل، بدي ساوي، لا بدي اكون معهم، لا بدي ما بعرف شو. حاولت تابع مع المدرسه كلها رفضت تتابع معي، وانا مسؤول عن هذا الكلام وباثباتات، مسؤول عن كل شيء. ما خلوني اعرف نتائج الاولاد، ما سمحوا لي. كان وحكيت من قبل، كان هدفهم انه اذا شرطهم الاساسي اذا اولادنا انا اولادي بدهم ينحطوا بهي المدرسه، فالاب ممنوع يعرف شيء. فخلاص انا ما كنت بشبههم، لا تشبهوا، لا تدخلوني بهذا الشيء. انتوا وقت عم تعملوا هذا التصاميم، هي التصرفات، فنحن بنشبههم. ما بدي يكون بشبه هاي العالم. انا عندي هدف واحد بس، بين قوسين، اولاد انطلبوا